السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غنحضروا السفوف أو ما يسمى بالسلو بطريقة جد بسيطة وسهلة. غنحتاجو كيلو ديال الطحين محمر، نص كيلو ديال الزلجلان محمر، نص كيلو ديال اللوز من بعد ما سلقناه وقليناه، نص كيلو سكر كلاصي، 2 معالق كبار النافع وحبة حلاوة مخلطين، 40 غرام ديال القرفة. بالنسبة للكوزة كتبقى اختيارية. نص كيلو ديال الزبدة ذوبناها وحيدنا الماء اللي فيها. ندوزو لطريقة التحضير. طحنوا الزلجلان وما طحنوش بزاف باش يبقى لينا مقرمش، ونخليو من هاد الكميه اللي موجودين السفوف 100 او 200 غرام. من بعد ما طحنا الزلجلان غنضيفوا عليه ديك الكميه ديال الزلجلان اللي خليناها من قبل. غنطحنوا اللوز حتى هو ما غنطحنوش مزيان باش يبقى لينا مقرمش. غنضيفوا حبه حلاوه والنافع مطحونين، قرفه. بالنسبه للكوزه كتبقى اختياريه، كل واحد كيدير على حسب الذوق ديالو. نضيفوا السكر كلاصي ونخلطوا المكونات ديالنا بهذه الطريقه، نخلطوهم مزيان. من بعد ما خلطناهم مزيان غننتقلوا للمرحله الثانيه. نضيف الدقيق اللي حمرناه من قبل، كنقدروا نحمروا يا في الكوكوط يا في الفران، ونرجعوا نخلطوا الكل مع بعضياته حتى كيتخلط لينا مزيان. دابا غنضيفوا الزبده اللي ذوبناها من قبل. عندنا اختياريه نضيفوا الزبده يا الزيت النباتيه، هذا هو الماء اللي حيت من الزبده فاش دابت. الا ما حيدناش هذا الماء السلو كيتعفن. كنخلطوا الكل حتى تنحصلوا على واحد الخليط متجانس. النتيجه خاصها تكون بحال هكا. بالنسبه للتقديم كل تقدم بطريقته الخاصه. بالنسبه للتزيين استعملت الزلجلان واللوز. غنعمل 4 اشكال في هذا الفيديو. حنايا غندير كويرات وغنزينها باللوز. بالنسبه للتزيين هنايا غندير زلجلان. وصلنا لنهاية الفيديو. كنتمنى ينال اعجابكم ورمضان كريم ان شاء الله يدخل عليكم بالصحة والسلامة.